تعجبني حاجه في لاكوزين الجيريان واللي هي انك تقدر تلقى اطباق يحمروا الوجه واقتصاديين في نفس الوقت، كما طبق المعدنوسيه اللي غادي نديروه اليوم. من قبل نجيب حمص قريدو ذو الجوده العاليه ونفخه مده 8 سوايع قبل ما نطيبوا المعدنوسيه. مهم بزاف الحمص يكون طياب خاطر راه جزء مهم من الطبق نتاعنا. في مرميطه نحط طريفات الدجاج على قد عائلتي، نزيد لهم بصيله مربيه، شويه ثوم، ملح وفلفل كحل وشويه كركم يعطينا كولور شابه. نزيد عود قرفه وندير طريف زبده ولا سمن باش نقلي بهم. هي دائما في لي صوص بلونش بعدوا على الزيت، وماذا بكم تقليو بالزبده ولا بالسمن باش لاصوص تاعكم تجيكم بنينه اكثر. ومن بعد ما كل شيء يتقلى مليح نزيد الحمص المنفخ ونمرق بالماء سخون حتى نغطي الدجاج ونبلع المرميطه ونخلي كل شيء يطيب مده 45 دقيقه. واذا استعملتوا لا كوكوت مينوت راح الوقت يكون قل. ومن بعد ما طابت لاصوص نتاعنا نصفي الدجاج ونفتاه، بويسك يسموها المعدنوسيه نجيب ربيطه مليحه تاع معدنوس ونقطعها رقيق. والاضافه نتاعي في المعدنوسيه هي شويه بطاطا مقطعه مكعبات ومقليه، واللي هي اختياريه خاطرش المعدنوسيه تجي غير بالدجاج وحده. نضرب حبيبات بيض ونزيد عليهم كاس مرقه باش الحاله ما تجيش ناشفه. نربي زنينه صغيره تحتهم غادي تمدلها بنه بزاف شابه. نتبل البيض بالملح والفلفل الكحل ونزيد على الميلونج نتاعي الدجاج البطاطا اللي نزيدها في المعدنوسيه باش البلا يجي يشبع الوليدات ويجي كونسيستون اقتصادي اكثر. نفتت فيها شويه فرماج وندير فيها كميه مليحه تاع المعدنوس واللي بزاف اساسي في البلا. نخلط كل شيء مع بعضه ونجيب ان بلا وندهنه بشويه زبده ونفرغ فيه الميلونج. وقبل ما ندخله للكوشه نرش رشه تاع فرماج غابي واللي هي فريمون خطوه اختياريه، راه ديجا كاين الفرماج في الداخل. وكما خبرتكم من قبل المعدنوسيه تجي بلا بطاطا، سورتو اذا وجدتوها لكاش ضياف ولا درتوها في رمضان. مي انا دائما نبغي ندبر على متابعيني العزاز تدبيرات بخاتيك يساعدوكم في الكوتيديان تاعكم. وكي طيبوا البيض ينشف نخرجها نقطعها طريفات ونقدمها مع داك الحمص اللي طاب كي الزبده ونسقيها بشويه مرقه. ونزيد نرش رشه معدنوسيه، الناس راه سموها المعدنوسيه. نزيد عليها اون طرونش نتاع الليم ونعيش سعاده مع راسي. à la prochaine.